السلام عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. في فيديو اليوم إن شاء الله سأقدم لكم خطة لشهر أكتوبر، نصائح وتوجيهات للتحضير لباك 2024. سأخبركم كيف تطورون من أنفسكم في شهر أكتوبر حتى يسهل عليكم الأمر في باقي شهور السنة. نصائحي كالتالي: قوموا بعمل جدول، قسموه كالتالي: في الصباح قبل الذهاب للثانوية خصصوا مدة ساعة لمادة الحفظ، وفي المساء بعد العودة للمنزل خصصوا الفترة المسائية لمادة الفهم، وفي العطلة الأسبوعية الويكاند قوموا بمراجعة ما درستموه في الأسبوع. سبق وقمت بعمل فيديو في القناة فيه كيف تقوم بعمل جدول دراسي التحضير للباك. وفي هذا الشهر أنصحكم بأن تحددوا المصادر التي ستدرسون منها، مثل الكتب الخارجية وقنوات اليوتيوب وأساتذة الدروس خصوصية. هذا الأمر مهم جدا، احرصوا على فعله في هذا الشهر حتى يسهل عليكم الأمر لاحقا، وحتى لا يضيع وقتكم بدون فائدة. وأنصحكم بأن لا تقارنوا أنفسكم بأحد، لا تقولوا ضاع الوقت منكم أو زملائي سبقوني في المراجعة إلى آخره، بل ادرس بجد واعرف كيف تكون إنتاجي في اليوم. هذا هو المهم، لا تتوقف أو تؤجل التحضير للبكالوريا مهما حدث. كما أنصحكم بأن توازنوا بين المجهود العقلي والمجهود البدني، يعني خلال اليوم ادرسوا والعبوا رياضة بسيطة مثل المشي، ذلك مفيد جدا لكم. واحرصوا على النوم بشكل كافي لمدة 7 ساعات يوميا، واحرصوا على تناول غذاء صحي ومتوازن، وابتعدوا عن القلق والتوتر والخوف، فهم أكبر عدو للطالب. امتحان البكالوريا امتحان عادي مثله مثل باقي الامتحانات، فقط يتطلب تنظيم الوقت والالتزام، وتكون إنتاجي في اليوم، وتوازن بين المجهود العقلي والمجهود البدني المبذول خلال اليوم. وينبغي عليك الاهتمام بصحتك الجسدية والنفسية حتى تحقق نتائج ممتازة إن شاء الله. اعمل بهذه النصائح وإن شاء الله تكون نتائجك ممتازة بإذن الله تعالى. أتمنى لكم التوفيق، وإن كانت لكم أي أسئلة اتركوها في التعليقات. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله، وإلى اللقاء.